من بقول ما فيش حاجة اسمها خطف بنات. طول عمري أقول كده، مفيش حاجة اسمها خطف بنات، مفيش حاجة اسمها بنت غصبا عنها، انسوا الحكاية دي. إنما في خطة إغواء بنات، ولذلك بصوا لي كويس كده وركزوا، لازم نشبع بناتنا، لازم نشبع بناتنا. أنا فاكر زمان وأنا سكرتير للبابا كان في بنت زي كده وخربنا الدنيا لغاية ما جت بعد 12-13 يوم كده. المهم فأنا قلت لها يا بنتي مش حرام عليكي اللي عملتيه فينا؟ فأنا فاكر ساعتها راحت عامله لي دراعها كده، فلقيت في دراعها آثار حرق، فقالت لي أبويا كان بيحرقني. فالواد بنفس اللفظ فالواد المسلم ما صدقت ضحك في وشي فترميت في صدره عادل كده. بنت كانت جريئة قوي. الواد المسلم ما صدقت ضحك في وشي اترميت في صدره لأن أبويا بيحرقني. أنا شخصيا تألمت كثيرا لأن الرعاية كانت قليلة. البت دي لو احنا كنا مراعينها ما كانتش حبة الواد اللي مشت. فاحنا لابد ان احنا نهتم ببناتنا جدا، ندور عليهم ونفتقدهم ونهتم بنفسيتهم، نهتم بنفسيتها ونكون قريبين منها.